السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن أهم ما قد يحدث في مباريات عرض Survivor Series War Games والفائزين في هذا العرض. طبعا العرض كله بيكون مكون من مباراتين فقط رجالية، سنتكلم عنهم في هذا الفيديو وعن أهم ما قد يحدث في هذه المباراة. أول مباراة معنا وهي مباراة جون سينا ضد دومينيك ميستيريو، والتي ممكن أن تنتهي بفوز جون سينا فوزا نظيفا أو بمساعدة ري ميستيريو، مثلا يتدخل فين بالور وجيدي ماكدونالد لمساعدة دومينيك ميستيريو على الفوز، وبنفس الوقت يدخل ري ميستيريو ليمنعهم من ذلك، وهذا يؤدي في الأخير إلى فوز جون سينا واحتفاظه باللقب. مباراة Survivor Series War Games الرجالية، وهذه هي المباراة الثانية. طبعا هذه المباراة ستكون مباراة مشتعلة حرفيا لوجود نجوم كبار في المباراة مثل كودي روز وسي ام بانك ورومان رينز وبروك ليزنر. طبعا نلاحظ أن فريق بروك ليزنر يتكون من مصارعين عنيفين مثل برونسون ريد وبرون بريكر ودرو ماكنتاير، وكذلك بالنسبة لفريق رومان، والذي يحتوي على اثنين من أبطال WWE كسي ام بانك وكودي رودز. من المحتمل أن يفوز فريق بروك ليزنر بوجود اختلاف في فريق رومان رينز أو خيانة من قبل الأوسوس، لكن في حالة عودة سيث رولينز فمن المتوقع فوز فريق رومان رينز، والذي أتوقع أنه لن يعود حاليا في عرض Survivor Series، وإنما ستكون عودته بعد العرض، وسيدخل في عداوة مع الفيجن واللي هم برونسون ريد وبرون بريكر. يبقى الاحتمال الأكبر للفوز والذي يذهب لصالح فريق بروك ليزنر نتيجة لقوة فريق بروك ليزنر في البناء العضلي. نأتي إلى مسألة الاختلاف الذي قد يحصل في فريق رومان رينز، والذي سيؤدي في الأخير إلى حدوث مباراة فيما بينهم، وقد يكون الاختلاف هذا بين سي ام بانك ورومان رينز، أو خيانة جيمي أوسو لفريق رومان رينز وانضمامه لفريق بروك ليزنر. وختاما نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ضعوا آراءكم وتوقعاتكم الجميلة في القسم الخاص بالتعليقات بشأن الفائزين في عرض Survivor Series، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.